انا اسمي فرغلي، وطبعا ما فيش داعي للسخريه من اسمي. انا كده الاسم ده سبب لي حرج كتير طول حياتي، لان اي حد يسمع الاسم ده يفتكر ان انا اتربيت في المذبح، مسجل خطر. واللي غيظك بقى يا اخي ان انا اخويا اسمه سامح واختي اسمها رغده. طب اشمعنى فرغلي؟ يعني اشمعنى؟ يلا الله يسامحك بقى يا بابا. سامح ده بقى يبقى اخويا الكبير، وطبعا ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيقعد ينصح فيا، وانا طبعا بدخل من هنا وبطلع من هنا عادي. يا فرغلي قوم صلي في المسجد. اهو لسه كنا بنتكلم، هصليها هنا. يا فرغلي مستحيل يكون المسجد جنبينا وانت عايز تصلي في بيتك. ماشي حاضر. انت عمرك ما رحت المسجد اللي جنبينا حتى عشان تصلي صلاة الجمعة؟ يا عم ما انا بصليها في مسجد تاني. طب ما تصلي كل الصلوات في المسجد اللي جنبينا وانت تاخد ثواب كبير. حاضر يا سيدي، انا هنزل دلوقتي حالا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد إنك فرغلي. مظبوط. هو حضرتك تعرفني؟ طبعا عارفك كويس، أنا استنيتك كتير قوي في خدمة كنت عايزك تعملها لي، بس قبل ما أقولك عليها عايزك تستناني هنا الأول. استناك؟ أنت مين أصلا؟ أنا الشيخ حامد إمام المسجد. اصبر بس وأنت هتعرف كل الحقيقة في وقتها. استنى بس يا عم الشيخ، أنت رايح فين؟ يا عم الشيخ ما تسيبنيش كده، أنت رايح فين؟ يا عم الشيخ. وبعدين بقى في شغل الجنان ده، طب أعمل إيه دلوقتي؟ طب وبعدين؟ عدى ساعة ولحد دلوقتي الراجل لسه ما جاش، ودلوقتي مش متبقي حد في المسجد غيري أنا واحد كمان. أما أقوم أسأله كده يمكن يعرف عنه حاجة. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني، أنا شايفك قاعد من بدري كأنك مستني حاجة. خير يا ابني؟ الحقيقة إن أنا كنت قاعد مع الشيخ حامد وقال لي أستناه، وأنا قاعد مستنيه. الشيخ حامد مين؟ الشيخ حامد إمام المسجد، هو قال لي إنه إمام المسجد، مش كده برضو؟ أنت أكيد غلطان، لأن إمام المسجد اسمه الشيخ رأفت، هو خلص صلاة ومشي على طول. أنت إزاي ما شفتوش؟ أصلا أنا كنت بصلي في الصفوف الأخيرة. أمال مين الشيخ حامد ده؟ اسمعني يا ابني، أنا أعرف الشيخ حامد كويس من سنين طويلة، ولكن عايزك توصفه لي احتياطي. كان طويل قوي كده ولابس عباية وجلابية، ولون وشه أبيض وشعره أسود، بس كان فيه كام خصلة بيضة كده على جنب. تعرفه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه يا عم الشيخ في إيه؟ خضتني. أنت وصفت الشيخ حامد صاحبي القديم اللي اتربيت معاه من وأنا صغير، وكان إمام للمسجد لفترة، لكن ما بقاش إمام يجي من 10 سنين. ليه؟ من الصعب يا ابني إنه يبقى إمام ومتقطع حتت صغيرة، من الصعب عليه إنه يعيش حياة طبيعية وهو ميت أصلا. إيه؟ أنت بتقول يا عم الشيخ مات إزاي؟ صدمته عربية نص نقل من 10 سنين ومات، الله يرحمه. هو حد قالك عليا قبل كده إن أنا فرفور؟ أنا فين؟ إيه المكان ده؟ دي مستشفى. أنا إيه اللي جابني هنا؟ يا نهار اسود، الشيخ حامد! ابعد عني يا كابتن، ابعد عني، ابوس ايدك. انا عرفت الحقيقة خلاص، انت شبح. ايوه انت شبح زي بتوع الافلام. ابعد عني، انصرف، انا في عرض الاسياد. اخيرا صحيت يا اخي، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ الحقني يا سامح، احنا لازم نخرج من هنا بسرعة. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ الدكتور قال ان عندك هبوط حاد، حصل لك كده ازاي؟ هو انا حالتي صعبة قوي كده؟ لولا الشيخ حامد لقاك في الجامع مغمى عليك وجابك هنا واتصل بيا كان زمانك في خبر كان. لكن يا دكتور أنا شاكك في قواه العقلية. ده أول ما شافني صرخ وقال عليا إن أنا شبح وإنه عارف حقيقتي. أنا شاكك إن في حاجة غلط. ثانية واحدة بس كده، هو انت يا شيخ حامد مش ميت من 20 سنة؟ فلا الله ولا فالك يا أخي، ميت إيه بس؟ ما أنا حي يرزق قدامك أهو. إيه التخاريف دي؟ ميت إيه؟ الشيخ حامد إمام مسجد السلام، وأنا كنت وصيته لما يشوفك في المسجد إنه يدعوك للصلاة والتدين ويديك كتب دينية عشان تفيدك، والراجل أول ما شافك قالك استنى عشان يروح يجيب الكتب من بيته ويرجع يكلمك ويقعد معاك. رجع المسجد لقاك مغمى عليك.
نقلك على هنا على طول وكلمني على موبايلي عشان اجي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ يعني انت مش عفريت؟ اصل بعد ما انت سبتني ومشيت انا فضلت مستنيك وانت اتاخرت عليا، فما كنتش عارف اعمل ايه. بس كان في راجل في المسجد كده شكله كده راجل عجوز وقصير وبيلبس نظاره، وتقريبا ده كان خادم المسجد لانه كان قاعد بينظف وبيرتب في المسجد. فلما سالته عليك قال لي ان انت مت من 10 سنين في حادثه موتوسيكل، قصدي في حادثه عربيه نقل. انت بتتكلم عن الحاج مرسي؟ مستحيل، ده الحاج مرسي ده بيقول عليا الكلام ده صاحبي من سنين طويلة. ايوه هو كمان قال ان انتوا صحاب من وانتوا عيال. مستحيل يقول الكلام ده عليا، الله يرحمه، واصله مات من سنة كده بالسكتة القلبية. بس انت اكيد شفته من سنة ولا حاجة، ايام ما كان خادم في المسجد زمان يعني قبل ما يموت، وتخيلت من التعب انك شفته. مالك يا فرغلي؟ مال وشك اصفر كده ليه؟ فرغلي الحق يا دكتور، ده اغمى عليه تاني.